طي. قديمة هالكلمة هذه، أولها على النوم. أبي أنام صدق. صرت 24 ساعة سهران، أكتب كلمة، أفكر بإحساس، أبحث عن موضوع، أدور على ذاك القلب. عودتني على السهر، الله يقطع إبليسك. خليتني ما أنام الليل ولا أعرف طعم الأحلام. كنت أقول يا الله يا رب أحلم فيه الليلة، لأني مشتاق لحيل. ولو أني في يوم من الأيام قلت لك حالاتك حلم ما تنفع حقيقة، حتى بالأحلام ماني قادر أحصلك. مثل الواقع ومثل الحقيقة، أنام ساعتين كثرت ويقعدني الألم. أسأل، ساهي وأفكر، غيابي عادي؟ إن أنا مو موجود يمك عادي؟ ما ولهت على ذيك الاتصالات؟ ما ولهت على الرسائل اللي تشوفها أول ما تفتح عينك من النوم وقبل لا تنام؟ ما ولهت على اللي يقعد من عز نومه بس علشان يذكرك إنه يحبك؟ ما ولهت على هذه السوالف كلها؟ خذيت مني النوم، بعد ما خذيت مني قلبي وعقلي، بعد ما خذيت مني الكيان كله. ضعيف هذا الإنسان، ضعيف أمام الواقع والحقيقة. ولو مهما لبست قناع بأني مرتاح، الليل بروحه بس يكشفني. نفس ما قال عبد الله رويشد، الليل يهز كتفي ويذكرني بقربك، والليل قاصدني كل ليلة يواعدني، وكل ليلة أنا قاعد مع هالليل هذا. وبعدين بدأ يبين علي الهلاك، بدأ يبين علي التعب، سواد تحت العينين، ودائما سرحان. ذاك اليوم قررت أني أنا أطلع اللي بقلبي كله علشان أرتاح، وقلت لعله عسى هالشيء هذا يساعدني عشان أنام. كنت أقرأ الناس تقول بأن النوم هو هروب من الواقع، هروب من الآلام، هروب من الجروح، هروب من المسؤوليات، وهروب من هذا كله. قعدت أفكر، هل النوم هذا ممكن أنه يزور هالعيون؟ أنا بس ممكن أني أنام إذا أحد جاوبني على الأسئلة اللي في بالي، لأن هذه الأسئلة اللي قاعدة تخليني قاعد طول الليل، وأكتشف بأن بلشت الساعة 12 شق النور وأنا للحين قاعد سهران. وأنا مو عادتي السهر، أنا كنت بالليل يخلص بسرعة فأنامه علشان يصبح علي صباح جميل أشوفك فيه. ولكن اكتشفت أن اللي مسهرني مجموعة من الأحاسيس اللي لو أن أحد يجاوبني عليها أو يلاقي لي لها حلول راح أقدر أنام قرير العين. سأل عني، بغيابي ذكرني، بغيابي حس أن أنا فاقدة، يدري أني قاعد أسهر طول الليل، يدري أني أنا محتاج له بالحيل، يدري أني قاعد أذوق الويل. يدري بكل هذا ولا ما يدري؟ يدري بأني أنا قاعد أفكر بأن ممكن الليلة هذه وبالتاريخ هذا يكون اليوم اللي راح يسأل عني. سألكم، قال لكم شخباره لما شافني في يوم من الأيام معاكم هناك؟ ما قال لكم شو الدنيا فيه؟ انزين ما وله علي؟ معقولة؟ إيه لا، أنا مجهز نفسي لكل الأحوال. إن قلتوا لي إيه ما راح أقدر أنام، لأن راح أقدر أسأل نفسي، دام إنه سأل عني ليش ما سألني؟ دام إنه ولهان علي ليش ما قال لي؟ دام إنه يبي قربي ليش ما يالي؟ ليش قاعد يسألهم عني ليش ما يكلمني؟ وإن قلتوا لي لا راح أسأل نفسي مرة ثانية وما أنام، ليش ما سأل عني؟ لهالدرجة أنا عشرتي هينة؟ لهالدرجة أنا ما أعني له شيء؟ لهالدرجة الأيام اللي مرت عادية؟ لهالدرجة الذكريات ما هي في باله شيء؟ صدق؟ يعني أنا اكتشفت أن السؤالين في كلا الإجابتين، في أي سيناريو ممكن أنه يوصلني من إجاباتكم راح أظل سهران. إلين ذاك الوقت أدري بأن اللي مسهرني هو أنت، وأدري أن النوم لو مهما حاولته تباغته ترجيته قلت له أرجوك زورني ما زارني، وظليت أنا بين السؤال والحرمان، بين الخوف والأمان. اليوم أبي أريح نفسي من هذا كله وبحاول أنام، لأن أبي أسألكم، أبي أشارككم هذا الإحساس اللي في قلبي. سأل عني، أوعدكم أني مجهز نفسي لكل الحالات ولكل الإجابات. إن قلتوا لي إيه سأل، على الأقل أنام شوي مطمن، وإن قلتوا لي لا ما سأل، على الأقل أنام وأنا في بالي أنساه، ولعله عسى من تشرق شمس باكر يشرق معاها مستقبل بدونه. وإن قلتوا لي مبلا سأل، يعله عسى تشرق شمس باكر ويشرق معاها سؤاله، لي
ويخصني؟ جاوبوني.